مع بداية المباراة رفض الحكم هدف وسام البركة بدعوى إعلانه عن ضربة خطأ قبل تسجيل الهدف. ومع ذلك فقد حاول الضيوف التحكم بزمام الأمور متسلحين برغبة ملحة في إحراز هدف التقدم. حملات هجومية مسترسلة ومحاولات من كل الجهات، أخطرها كانت تسديدة مركزة لوسام البركة الذي خلق عديد المشاكل لدفاع حسنية أكادير، وعبد الحميد بخريس يتدخل لإنقاذ مرماه. بالمقابل اكتفى أصحاب الأرض بمرتدات خاطفة افتقدت الفعالية المطلوبة، ومع توالي الدقائق انخفض إيقاع المباراة لينتهي الشوط الأول أبيضا. بداية الشوط الثاني عرفت استيقاظ فريق حسنية أكادير رغم طرد ربانه مصطفى مديح. عناصر الفريق السوسي استغلت النقص العددي للزوار بعد طرد الحكم عمر سربوت لأخذ المبادرة وبسط سيطرتها على وسط الميدان أمام الانتشار المحكم للعناصر الخليجية، ما اضطر أصحاب الأرض لتنويع حلولهم الهجومية. أخطر الفرص كانت عن طريق تبادل كروي جيد من طارق السعدي وأحمد الفتيحي قبل أن يتدخل الحارس هشام علوش. فريق أولمبيك خريبكا أمام سيطرة عناصر السوسية اضطر إلى الرجوع إلى الخلف لتأمين خطوطه الدفاعية والاكتفاء ببعض المحاولات التي لم تثمر الجديد. فريق حسنية أكادير تشبت بالأمل إلى آخر لحظة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف لولا تسرع بعض اللاعبين لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف. 27 عام اون لويو سيرفيس ديال الفوتبول ناسيونال، راه تقهرنا حسنية، راه تقهرات تقهر في صيد. انا هو طرف في اللعبه، انا طرف في اللعبه، خصني نهضر معاه، انا نهضر معاه يطردني، انا ما شتمتو ما قلت لي حتى حاجه. راه عيب هادشي هذا بركه، وانا مع 27 عام ما عمرني هضرت لا على تحكيم لا والو. يانا ما ستوب بركه. وب10 لاعبين كنعتقد على ان اللاعبين حقوا الاهم. الفريق اللي جا مؤخر الترتيب ولا كيربح النزالات ولا كيربح النديات ولا يقاتل طيله 95 دقيقه، فهنيئا الاولمبيك خريبكا. اعتقد ان كل المستقبل امامه الاولاد. فاكادير خلقت مجموعه من المشاكل، وخاصه بعد النقص العددي كانوا قراب باش يخرجوا بنتيجه انتصار، الى ان اصرار اللاعبين والمدافعين والحارس استبسلوا واستطاعوا ياخذوا نقطه من قلب منبع انبعاث، نقطه جد ايجابيه. تعادل ونقطة لكلا الفريقين ما أجهض طموحهما في مراكمة نقاط أخرى تعفيهما من ضغط الأماكن المتاخمة لمنطقة النزول.